السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل امتحان 6 محافظة المنوفية صفحة 33 بكتاب الامتحان مادة الدراسات. قبل ما ابدأ معاكم حبايبي اتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان اي فيديو انزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. اولا معانا الجغرافيا. 1. أمامك خريطة للعالم، اذكر ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 على الخريطة ده المحيط إيه؟ المحيط الأطلنطي. رقم 2 جبال الإنديز. رقم 3 خط جرينتش. رقم 4 دائرة عرض، طبعا دي دائرة الاستواء. يبقى 1 المحيط الأطلنطي، جبال الإنديز، خط جرينتش، دائرة الاستواء. ما المقصود بكل من المجرات؟ تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. يبقى المجرات تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. طيب محور الأرض. محور الأرض إجابته طويلة شوية بس بيتكرر في امتحانات كتير. هنقول خط وهمي يصل بين نقطتين القطبين الشمالي والجنوبي مرا بمركز الأرض، ويميل عن الخط العمودي بزاوية ثابتة مقدارها 23.5 درجة. يبقى خط وهمي يصل بين نقطتين القطبين الشمالي والجنوبي مرا بمركز الأرض، ويميل عن الخط العمودي بزاوية ثابتة مقدارها كام؟ 23.5 درجة. ج. ما العلاقة بين الشكل الكروي للأرض وتنوع المناخ؟ هنقول الشكل الكروي للأرض أدى إلى اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس عن الأرض من منطقة لأخرى، مما أدى إلى اختلاف درجات الحرارة وبالتالي تنوع المناخ. يبقى الشكل الكروي للأرض أدى إلى اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس عن الأرض. يبقى زوايا سقوط أشعة الشمس عن الأرض من منطقة لأخرى، مما أدى إلى اختلاف درجات الحرارة، ولما درجة الحرارة بتختلف بتؤدي إلى إيه؟ تنوع المناخ. طيب السؤال 2. ما العلاقة بين دوران الأرض حول الشمس وفصول السنة الأربعة؟ والسؤال ده مهم، واللي بقولك عليه مهم لازم تركز عليه كويس جدا لأن بيتكرر في امتحانات كتير جدا يا سنة أولى. إجابته سهلة وبسيطة. هنقول يتسبب دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 365 وربع يوم في حدوث تعاقب فصول السنة الأربعة. يبقى هنقول يتسبب دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق في حدوث تعاقب فصول السنة الأربعة. أنا لازم أكتب لك الإجابة كاملة كده، وممكن أختصر لك الإجابة في تكرار السؤال تاني. يبقى تقدر تقول يتسبب دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق في حدوث تعاقب فصول السنة الأربعة. السؤال رقم 2. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ظهر بحر تيسيس في المرحلة الأولى من نشأة اليابس والماء. طبعا خطأ. ليه؟ لأنه في المرحلة الثانية. لا يوجد اختلاف بين التلال والجبال. خطأ، لأن بيوجد اختلاف بين التلال والجبال. 3. في 21 ديسمبر يحدث فصل الصيف بنصف الكرة الأرضية الجنوبي. العبارة صح. المشتري أقرب كواكب المجموعة الشمسية الخارجية إلى الشمس. يبقى المشتري أقرب كواكب المجموعة الشمسية الخارجية إلى الشمس. العبارة صح. السؤال ب. بما تفسر عدم تصادم كواكب المجموعة الشمسية أثناء الدوران حول الشمس؟ والسؤال ده مهم. بسبب أن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنظمة. تاني، بسبب أن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنظمة في مدار محدد لا يميل ولا ينحرف عنه. هكرر الإجابة تاني لأن زي ما قلت لك السؤال ده مهم جدا جدا جدا. بسبب أن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنظمة في مدار محدد لا يميل ولا ينحرف عنه. 2. تعاقب ظاهرة الليل والنهار. تعاقب ظاهرة الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول نفسها. عايز تتكمل الإجابة وتكتب أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة عادي. عايز تكتب بسبب دوران الأرض حول نفسها برضه هتتحسب لك صح. يبقى نقول بسبب دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة. 3. تكون السهول الفيضية.
بسبب التعرية المائية من خلال نحت الماء للصخور ونقل المفتتات وإرسابها من مناطق أخرى. يبقى بسبب التعرية المائية من خلال نحت الماء للصخور ونقل المفتتات وإرسابها من مناطق أخرى. في مناطق أخرى. يبقى بسبب التعرية المائية من خلال نحت الماء للصخور ونقل المفتتات وإرسابها في مناطق أخرى. السؤال 4. صعوبة تحديد مدة دوران كوكب الزهرة حول نفسه. يبقى صعوبة تحديد مدة دوران كوكب الزهرة حول نفسه، هنقول لأن له غلاف غازي متماسك يصعب اختراقه. يبقى هنقول لأن له غلاف غازي متماسك يصعب اختراقه. ثانيا التاريخ. 3. أكمل ما يأتي. 1. نسر الجنوب وثعبان الشمال من أهم ألقاب الملك نعرمرمينا. المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين الملك رمسيس الثالث، كان يرأس الإدارة المركزية بمصر الفرعونية الوزير. اعتقد المصري القديم أن الميت يقف أمام محكمة برئاسة الإله أوزيريس. يبقى برئاسة الإله أوزيريس. ماذا تتوقع أن يحدث إذا لم يعتقد المصريين القدماء في البعث بعد الموت؟ السؤال ده مهم. يبقى ماذا نتوقع؟ لم يقوموا بتحنيط جثث موتاهم ولم يهتموا ببناء مقابر حصينة في الصحراء. يبقى لم يقوموا بتحنيط جثث موتاهم ولم يهتموا ببناء مقابر حصينة في الصحراء. السؤال رقم 2. لم يوطد تحتمس الثالث نفوذ مصر في سوريا وفينيقيا. لم يتم نشر الثقافة المصرية في بلادهم، ولم يتم حماية حدود الإمبراطورية المصرية من الجهة الشمالية الشرقية. يبقى هنقول لم يتم نشر الثقافة المصرية في بلادهم، ولم يتم حماية حدود الإمبراطورية المصرية من الجهة الشمالية الشرقية. ج. برهن تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. اهتم ابن محات الثالث بشؤون الري. برهن يعني زي سؤال دلل. حيث أقام سد اللاهون لتنظيم الري والتوسع في الزراعة، ومقياسا للنيل عند الجندل الثاني لتحديد المساحات المنزرعة وتقدير الضرائب. يبقى نقول حيث أقام سد اللاهون لتنظيم الري والتوسع في الزراعة، ومقياسا للنيل عند الجندل الثاني لتحديد المساحات المنزرعة وتقدير الضرائب. 2. تنوعت الصناعات بمصر القديمة. هنكتب له بقى الصناعات. هنقول حيث الصناعات الحجرية والصناعات الفخارية والصناعات الزجاجية والصناعات المعدنية والصناعات الخشبية وصناعة المنسوجات والصناعات الجلدية. يبقى هنقول حيث الصناعات الحجرية والصناعات الفخارية والصناعات الزجاجية والصناعات المعدنية والصناعات الخشبية وصناعة المنسوجات والصناعات الجلدية. يبقى لازم تكتب له الصناعات. وعندنا كمان الصناعات القائمة على نبات البردي. يبقى عندنا كم صناعة؟ حيث الصناعات الجلدية الحجرية 1، حيث الصناعات الفخارية 2، الصناعات الزجاجية 3، الصناعات المعدنية 4، والصناعات الخشبية 5، وصناعة المنسوجات 6، والصناعات الجلدية 7، وصناعات قائمة على نبات البردي 8. يبقى عندنا 8 لازم تكتب له 8. السؤال 4. رتب الأحداث الآتية من الأقدم إلى الأحدث. أقدم حاجة الوحدة السياسية الأولى، بعد كده بناء الهرم المدرج، بعد كده حفر قناة سيزوستريس، وبعد كده أحدث حاجة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. يبقى أقدم حاجة الوحدة السياسية الأولى، وأحدث حاجة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، لأن هنا قالك من الأقدم إلى الأحدث. يبقى 1 الوحدة السياسية الأولى، 2 بناء الهرم المدرج، 3 حفر قناة سيزوستريس، 4 اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. السؤال ب. ما النتائج التي ترتبت على حلول الجفاف فوق الهضاب في العصر الحجري القديم؟
أدى ذلك إلى أن ترك المصري القديم الهضاب ونزوله إلى وادي النيل فعرف الزراعة وبدأ يعيش حياة الاستقرار. يبقى أدى ذلك إلى أن ترك المصري القديم الهضاب ونزل إلى وادي النيل فعرف الزراعة وبدأ يعيش حياة الاستقرار. والسؤال ده بيتكرر في امتحانات كتير يا سنة أولى. 2. تولى الملك نخاو الحكم في مصر الفرعونية. أدى ذلك إلى استكمال مسيرة التقدم في البلاد حيث أعاد حفر قناة سيزستوريس. يبقى مين اللي أعاد حفر قناة سيزستوريس؟ الملك نخاو. ومين اللي حفرها؟ الملك سنوسرت الثالث. وعمل كمان؟ أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول أفريقيا استغرقت 3 سنوات. يبقى نقول أدى ذلك إلى استكمال مسيرة التقدم في البلاد حيث أعاد حفر قناة سيزستوريس وأرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول أفريقيا استغرقت 3 سنوات. السؤال اللي بعد كده رقم 3. طمع المعتدون في ثروات مصر وخيراتها قديما. السؤال ده مهم. هنقول أدى ذلك إلى اهتمام المصريين بتكوين جيش نظامي لكي يقوم بتحرير البلاد من المعتدين الغزاة وتأمين حدود البلاد من الأخطار الخارجية. يبقى أدى ذلك إلى اهتمام المصريين بتكوين جيش نظامي قوي. ليه بقى؟ لكي يقوم بتحرير البلاد من المعتدين الغزاة وتأمين حدود البلاد من الأخطار الخارجية. السؤال 4. تكوين مصر علاقات تجارية مع بلاد بونت وفينيقيا. السؤال ده مهم وأسئلة من النتائج على الامتحان رقم 6 كلهم مهمين جدا وبيتكرروا معاك في الجميع امتحانات المحافظات. ركزوا عليهم شوية سنة أولى. أدى ذلك إلى تنشيط حركة التجارة الخارجية واستطاعت مصر جلب الأخشاب والبخور والجلود والعاج عن طريق السفن التي كانت تبحر عبر البحرين الأحمر والمتوسط. يبقى أدى ذلك إلى تنشيط حركة التجارة الخارجية واستطاعت مصر جلب الأخشاب والبخور والجلود والعاج عن طريق السفن التي كانت تبحر عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا امتحان 6. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ويا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك لأن اللايك بيرفع الفيديو على القناة. زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد.